طب ممكن نفهم الناس؟ احنا مش موجودين ان انت هتدي كاش باك 100% للكلاينت، بس الكلاينت الذكي مش هيروح مع حاجه زي كده. الناس كلها هتيجي عندي علشان الكوميشن، ولا هتيجي عشان المشروع حلو؟ جاي اشتري يونت ب 10 مليون جنيه، هاجي لك عشان اكسب 250,000 واضيع 10 مليون جنيه مني؟ هو زادها بقى الطين بله. صدقني الموضوع ده مشكله كبيره جدا. واحد بيشتغل تسويق هدفه مصلحته، واحد بيشتغل كادفايزر او كونسلتنت هو هيرشح المشروع المناسب للعميل، صح. مش هيبص الكوميشن. بتلاقي عميل يقول لك انا اشتريت يونت الحقوني يا جماعه على الفيسبوك، انا مش عارف ابيع اليونت، ولبس العميل. ده ما ينفعش اقول عليه ادفايزر. يعني هو تصنيفه اصلا مش رايح للادفايزر. هو دخيل جديد على المجال. حلو كلمه دخلاء على المجال. مشكلة كبيرة جدا احنا بنواجهها اصلا بقالنا اكتر من سنة، بس الموضوع دلوقتي بقى علنا. هيعمل فلتريشن للشركات مين اكتر ديفلوبر بيدي كوميشن، وهيروح يوجه عميله على ده.